بعد ما الأسرار بدأت تنكشف والخيانة بقت واضحة، الوضع شكله كده بدأ يخرج عن السيطرة خالص، وبندخل في الحلقة الرابعة من مسلسل مونارك الجزء التاني، واللي بتكون أفضل بكتير من الحلقة اللي فاتت، واللي بنشوف فيها فترات زمنية مختلفة في حياة بيل بعد اختفاء كيكو. فمثلا بنشوف لمحات سريعة من حياته من فترة 1962 لحد ما وصلنا ل 1973، وبنشوف إن الناس تابعة لشركة إيبكس بيسرقوا الصندوق ده من أرشيف مونارك سنة 2015. وبعدين بنيجي للحاضر علشان نشوف شابين من بتوع ركوب الأمواج رايحين ينزلوا البحر في المكان اللي مونارك عاملة فيه إنذار وتحذير إن في وحش عملاق في المنطقة. والشابين دول بعد ما بينزلوا البحر بيشوفوا مركبة تبع المونارك بتقول لهم يخرجوا من المية فورا، وفعلا بيخرجوا، بس للأسف كان الوحش إكس قريب منهم جدا فدمر مركبة مونارك باللي فيها، وخرج من تحت الرملة الكائنات الصغيرة بتاعته اللي وراه في كل حتة، وخلصت على الشابين في سكتهم. وبعدين بنروح لكيت اللي بنشوفها كانت نامت على شط البحر، ولما بتفوق بتروح ناحية البحر كده علشان هي حاسة بالذنب والمسؤولية بسبب الوحش إكس، لأنها طبعا السبب في إنه يخرج للعالم، وخايفة لا يعمل كارثة عالمية زي ما حصل يوم ظهور جودزيلا. وبعدين بنشوفها وهي تحت المية بتسمع صوت تايتن إكس، علشان لو مش عارفين يعني هي زي ما تقول كده عندها القدرة إنها تسمع صوت التردد بتاعه. وعلى الناحية التانية بنشوف تيم مع فريق إيبكس اللي معاه على المركبة بيتكلموا لسه على مطاردة تايتن إكس، وبتوع إيبكس بيوهموهم إنهم عارفين كل حاجة وشايفين تحركاته كويس على الرادار. وبعدين بنشوف إن ليه مع كيكو وكينتارو ومي وهيروشي راحوا أمريكا علشان يخططوا إزاي يرجعوا جهاز هيروشي المسروق. وهيروشي بيبقى قلقان جدا على كيت علشان عمال يبعت لها في رسائل على الموبايل وهي مش بترد عليه، وفي نفس الوقت بيجي رسالة على موبايل ليه بيتقال فيها إن الوحش إكس هيوصل على سواحل سان فرانسيسكو في خلال 23 ساعة، ودي حاجة تقلقهم جدا. وهيروشي بيبقى مش عارف يتصرف إزاي وعايز يروح يدور عليها، وليه ساعتها بيحاول يهديه وبيقول له الصح إننا نلاقي جهازك ومنه هنقدر نبعد الوحش عن المدينة كلها. وكنتارو بيتدخل في الكلام مع أبوه هيروشي بس بطريقة مش كويسة شوية، فكيكو ساعتها بتقول له اتكلم مع والدك بطريقة أفضل من كده، لحد ما ليه بيقول لهم الحل زي ما أنا قلت، إننا نبعد الوحش ده عن الساحل بأي طريقة، وده أحسن حل علشان نتجنب أي كارثة جديدة. وبعدين بنشوف كيت بعد ما خرجت من البحر وماشية سرحانة في الشارع وسط الناس اللي بتسيب المدينة وتمشي، وهي ماشية في واحدة ست بتوقفها وبتسلم عليها وبتقول لها إنها أم مايكل. وكيت ساعتها بتقلق لا يكون حد من الأطفال اللي ماتوا في حادثة الباص اللي وقع من على الكوبري يوم ظهور جودزيلا، بس الست بتقول لها ابني بخير بسببك علشان انت الوحيدة اللي حاولتي تعملي اللي عليكي وما هربتيش وساعدتي ابني يهرب. وفي الوقت ده حتى بيجي مايكل وبيسلم عليها، ودي طبعا حاجة ترفع من معنويات كيت جدا، علشان بعد كده بنشوفها بتروح لأمها وبتقول لها إنها عايزة ترجع مونارك علشان ده المكان اللي حاسة إنها لازم تكون فيه دلوقتي. وأمها بتبقى متضايقة علشان هي لسه راجعة، وكانوا أصلا مفكرينها إنها ماتت لما اختفت سنتين، بس كيت ساعتها بتقول لها إنها لازم ترجع علشان هي السبب في وجود الوحش اللي على وشك يهجم على المدينة، ولازم أساعد في تصليح الموقف. وفي الآخر بتحضنها وبتسيبها وتمشي. وبعدين بنرجع للمجموعة بتاعتنا اللي بيخططوا لكل حاجة علشان يعرفوا يدخلوا مؤسسة إيبكس ويرجعوا منها جهاز هيروشي. ومي بتعرفهم هيحتاجوا تصريح معين من واحد شغال جوه وبيروح بار معين، فبنشوف ليه بيدخل البار وبيعمل فيها سكران ومش فارق معاه حد، وكنتارو ومي معاه علشان يقدروا يلهوا الموجودين. وبعدين لما ليه بيدخل في خناقة مع واحد بيقع على الأرض وبيعمل إن جاله القلب، فالراجل اللي عاملين عليه القصة بيدخل على أساس إنه فاهم في الإسعافات الأولية. وكنتارو في اللحظة دي بيسرق شنطته وبيديها لكيكو اللي بتوصلها لهيروشي اللي بيحط فيها جهاز إنذار معين علشان بعد كده يستخدموه جوه. والخطة بتنجح فعلا وكل حاجة بتمشي زي ما خططوا. وبعدين بنروح على سفينة مونارك وبنشوف جدال في الكلام بين تيم والراجل بتاع إيبكس على يعملوا إيه مع تايتن إكس اللي قدامهم على الشاشات إنه بيقرب من ساحل المدينة. وتيم مش عارف يعمل إيه، بس التاني بيقول له إحنا عندنا الحل وهو التعايش، إحنا قريب جدا هنعرف يكون عندنا القدرة على التعايش معاهم. وتيم بيبقى مستغرب الكلام. وبعدين بنشوف إن كيكو مع هيروشي وكنتارو واقفين عند بيت بريندا، وكنتارو بينزل معاه مفك وبيعطل عربية بريندا على أساس يأخروها من إنها تروح على إيبكس. وبعدين بنشوف مي بتروح على الشركة وبتفتح اللاب بتاعها هناك وتبتدي تدخل على ملفات الشركة علشان تعرف تحدد مكان جهاز هيروشي، وبعدين تشغل الإنذار من الجهاز اللي كانوا حطوه في شنطة الراجل هناك على أساس يعني إن في تسرب إشعاعي فكل الموظفين يضطروا يمشوا ويخرجوا بره. بس مي بتفضل وكيكو مع لي وكنتارو بيدخلوا إيبكس لابسين أصفر على أساس إنهم المسؤولين عن الكشف عن الإشعاع.
الإشعاعات. ولما يدخلوا بتبتدي خطتهم، وهيروشي مع وكيكو بياخدوا الأسانسير لتحت رايحين للجهاز، وليه وكنتارو قاعدين يراقبوا الشاشات ويشوفوا أخبار الوحش اللي قرب علشان الوقت طبعا بيجري. وبيتفاجئوا إن إيبكس محتجزة وحوش من على جزيرة الجماجم، ولما كيكو وهيروشي بيوصلوا للباب بيبقوا منتظرين مي تفتح لهم، اللي بتبقى لسه مش عارفة تفتح الباب. وبيعرفوا إن بريندا عرفت تيجي، وبيسمعوا تنبيه إن تم رفع التحذير بتاع الإشعاع، يعني كل الموظفين راجعين فورا. فمي بتضطر تخرج من مكتب بريندا علشان ما تشوفهاش. وعلى الناحية التانية في سفينة مونارك بنشوف إن فريق إيبكس بيلم حاجته وبيسيب السفينة، وتيم بيبقى مستغرب هما ماشيين ليه. ولما بيسأل بيقولوا له إنهم رايحين يقابلوا فريق إيبكس على الأرض في سان فرانسيسكو في انتظار الوحش، علشان لما البحرية تضربه يحللوا جثته. وتيم بيبقى مش مقتنع بالكلام ده خالص، بس مفيش في إيده حاجة يقدر يعملها. وبعدين بتشوف بريندا دخلت مكتبها، ومي دخلت عليها علشان تحاول تتكلم معاها في أي حاجة، على أمل تعرف تفتح الباب قصاد كيكو وهيروشي قبل ما حد يشوفهم. وليه وكنتارو قاعدين يفكروا يعملوا إيه. وبعدين بريندا بتاخد مي جوه معمل وبتوريها وحش ليف وينجز غير محبوس، واللي باين إنه عنيف في سلوكه. بس بريندا بتشغل جهاز كده بيعد لمدة 30 ثانية وبتفتح القفص، ومي بتبقى مستغربة وبتشوف إن وحش الليف وينجز اتحول من سلوك عدواني عنيف لوحش أليف. وبريندا بتقول لها ده بفضل الشريحة اللي احنا زرعناها في جهازه العصبي اللي بتخلي سلوكه هادي جدا. وبتقول لمي الفضل برضه ليكي، علشان انت كنت كتبتي الكود اللي ساعدنا على كده، ومع بعض هنقدر نخلي الوحوش والتايتن مسالمة ونقدر نعيش مع بعض. ومي بتقول لها انتم عايزين تتحكموا فيها، بس بريندا بتقول لها احنا كده هنمنع الكوارث انها تحصل ونعيش في سلام. وبعدين بريندا بترجع ليف وينجز مكانه قبل ما ال 30 ثانية تخلص. وعلى الناحية التانية بنشوف ليه وكنتارو بيروحوا على المكان اللي في ايبكس اللي فيه وحوش تانية، والوحش الغريب ده اسمه فاين سترينجلر، وده بيبقى موجود في الغابة على الشجر. والوحش التاني اللي بيخرجوه ده اسمه نيدل ووكرز، ودول وحوش شبه النعام مش مفترسة، بس ضربتها بتوجع علشان الريش بتاعها عامل زي الإبر والشواكيش. وهم اضطروا يخرجوها علشان يلهوا باقي الناس. وبالفعل مي بتقدر تفتح الباب لكيكو وهيروشي، ولما بيدخلوا بيلاقوا الجهاز بتاعه كله متفكك. وهيروشي في الوقت ده طبعا بيتضايق علشان كده مفيش امل انه يتصلح، وبقى حته خرده ملوش اي 30 لازمه. وليه وكنتارو كلهم مش عارفين يعملوا ايه دلوقتي، علشان الوحش من المفترض انه قرب على السواحل. وكنتارو في الوقت ده بياخد باله بصور وخرايط على الحيطه، ولما ليه وكيكو بيبصوا عليها بيلاقوا ان ده كل حاجه بيل كان مجمعها، وصورهم من زمان وحتى تفاصيل تحركات الوحش اكس. وبيبقوا مستغربين ازاي حاجات بيل وصلت هنا. وهيروشي بيشوف صوره ليه وهو صغير مع بيل وكيكو، وبيفتكر وهو صغير لما بيل كان بيقول له انه رايح مهمه سريه، وهو بيقول له ما تسيبنيش. وبيل ساعتها بيقول له انه هيرجع تاني زي كل مره، بس دي كانت اخر مره شاف بيل فيها، لانه مرجعش وكمل حياته مع نفسه في مطارده الوحوش. وبعدين بيلموا كل حاجه خاصه ببيل وبياخدوها معاهم، واللي من ضمنها جواب كيكو للي. وبعدين بيخرجوا من ايبكس، ومي بتبعت رساله بتعرف كنتارو انها هتفضل مع بريندا علشان يمكن يكون في طرق تانية توقف بيها الوحوش. وعلى الناحيه التانية بنشوف الطيران خرج في الجو علشان يروح لمكان الوحش اكس، ومونارك بتوجهه. لكن لما الطيران بيوصل للمكان مش بيلاقوا اي حاجه، وتيم بيعرف انهم كل ده بيطاردوا حوت في البحر. يعني من الاخر كده شركه ايبكس كانوا بيضحكوا عليهم لما فهموهم انهم شايفينه في الرادارات بتاعتهم. وفي الاخر المجموعه بتاعتنا بتوصل البيت وبيلاقوا كيت في انتظارهم، وهيروشي بياخدها بالحضن علشان كان قلقان عليها، وهي بتقول لهم انها هتبقى معاهم. وبعدين لما هيروشي بيرجع يلم الحاجه من العربيه بيلاقي الجواب، واللي بيتصدم طبعا لما بيقرا اللي فيه. وكيكو بتشوفه ماسك الجواب وبتتصدم هي كمان، وبتبقى مش عارفه تقول له ايه. ومن هنا بتكون نهايه الحلقه الرابعه من مسلسل مونارك الجزء الثاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات. واشوفكم على خير الحلقه الجايه. تصبحوا على خير.